ليليت بقات كتشوف فيه بنظرة كتخلي الدم يجمد في العروق. مازال ما تحركاتش، غير عينيها بحال جوج تجمرات شاعلين وسط الليل. فضيل حس قلبو كيدق بحال طبل ديال الحرب، وسولو بصوت مخنوق: وعلاش حتى واحد ما كيهضر هنا؟ علاش الناس بحال الاشباح؟ هي زادت خطوه لقدام، والضو خفيف ديال الشمع بان على وجهها. قالت لي بهدوء: حيت هنا في جارتين الكلمه ثمنها غالي. راه القانون الاول كيقول ما تخرجش الهضره من فمك الا وانت قادر تخلص الثمن. فضيل بالعريقو بقى ساكت شويه، دارت على الباب اللي دخل منه وهمستها طاحت في ودنيه بحال ريحه بارده. القانون الثاني: اللي دخل هنا ينسى الطريق اللي رجع منها. والقانون الثالث واللي هو اخطرهم: كل واحد فينا عنده رقم ديال النار اللي غادي يموت فيه، والرقم ما كيتبدلش. هو وقف بلا ما يحرك ساكن، والكلمات ديالها داروا فيه الدوخة. حس الدنيا كدور به. قطع الصمت صوت ديال الراجل اللي كان جالس ورا الطابلة: سي فضيل تفضل، راه باقي خاصك توقع في السجل الكبير. منين توقع غادي تعرف رقمك. فضيل خدا نفس عميق ومشى بخطوات ثقيلة للطابلة، شد القلم بصباعو اللي كانوا كيرعشوا، وعيون ليليت لاصقين فيه بحال اللعنة. وقع سميتو. لحظة ما سال التوقيع، حس بشي برودة كتمشي في عروقو. الرجل الكبير طوى السجل وبصوت ناشف قال: رقمك 7193. نهارك غادي يجي من اللي يجي. فاضل ما عرف واش يجاوب ولا يبكي والله يهرب. الشعر براسو تقيل وقلبو عامر أسئلة، ولكن كان عارف حاجة وحدة: ما بقى حتى طريق للرجوع. شاف ليليت هي بقات واقفة وعيونها كيقولوا ليه: دابا انت وليتي منا. فاضل خرج من دار الوافدين الجدد وحس ان رجليه ما بقاش فيهم الدم. الزناقي بقاو كيف ما شافهم اول مرة، باردين ساكتين، والضو ديال القمر كيزيد يفضح الوحشة اللي ساكنة في الحجر. مشى شويه لقدام وبدا يسمع حوايج كتحرك في الظلال بحال شي خطاوي كتجر روحها وسط الغبره. شد ساكو بيدو بقى كيلتفت حتى بان ليه واحد الراجل لابس جلابه كحله داير طربوس صغير احمر على راسو. كان واقف تحت قوس ديال الحجر، عينيه ما فيهم لا خوف لا فرح. بصوت خفيف قال ليه: سي فضيل عافاك جي لعندي. فضيل قرب شويه وهو كيشوف في ملامحو ما عمر شاف وجه فيه هاد القدر ديال الهدوء والبرودة. سولو: شكون انت؟ قال له: انا راشد، واحد من سكان جارتي القدام، وبغيت نقول لك هاد النصيحة. هنا ما تبقاش تحاول تلقى المنطق، جارتين ما فيهاش المنطق، فيها قانون واحد: اللي قبل يدخل يرضى. فاضل حط يدو على قلبه اللي بقى يدق بحال مطرقة. قال ليه: وداك الرقم اللي عطاوني 7193 شنو كيدل؟ رشيد تنهد وقال: الرقم هو الحساب، كل نهار كتمشي فيه خطوة كيطيحوا منه أرقام حتى كيوصل للصفر. ملي يوصل للصفر كتولي بحال هاد الحجرة، وشير له بيدو الحجرة حداهم. فاضل لاحظ أن الحجرة منقوشة وفيها رقم صغير اللي هو صفر. برد عرقو وحس براسو قريب يطيح. قال رشيد: الناس هنا عايشين كتعد أنفاسها حتى تسالي، ولكن اللي ما قدرش يتحمل عنده حق يخرج في النهار اللي جا فيه. فاضل خدا نفس عميق وقال بينه وبين راسو: يا ربي فين طيحتني رجلي. طاح تفكيرو صوت ليليت اللي كانت واقفة حدا واحد الزنقة ضيقة، صوتها بحال صدى جاي من باطن الأرض: سي فاضل تبعني، باقي خاصك تشوف ساحة الاعتراف. عينيه تلاقاو مع عينيها وحس بشي قوة كتسحب في رجليه بحال المغناطيس. مشى وراها بلا ما يسول بلا ما يوقف. كانت الخطاوي ديالو كيدقوا فوق الحجر بحال الموسيقى ديال الجنازة. فاضل تابع ليليت وسط الزناقي اللي كتزيد كتبتالعو. كان كيحس ريحة الحجر البارد كتدخلو مع صدرو، والضو كيقل مع كل خطوة حتى وصلوا لواحد الباب الكبير مغطي بنقوش قديمة بحال شجرة يابسة. ليليت وقفات قدامه وقالت: هنا ساحة الاعتراف، أي واحد دخل جارتين خاصو يعترف بشي حاجة اللي كتثقل عليه في القلب ولا ما يقدرش يعيش هنا. فاضل دق قلبه بقوة وقال:
واش ضروري؟ ضروري. القانون الرابع ديال جارتين كيقول اللي ما فرغ صدره من أسراره كتولي أسراره هي اللي كتقتلو، بحال خليط ديال بخور قديم مع ريحة قتل القبر. دخل وراها ولقى راسو فوت الساحة مربعة، الأرض ديالها كلها حجر كيرجع الضوء بحال المراية. في وسط الساحة كاينة طابلة كبيرة دايرة بحال المذبح، وفوقها كاين كتاب أسود. ليليت قربات للطابلة وبدون ما تشوف فيه قالت هنا غادي تحط يديك على الكتاب وتعترف بشي حاجة عمرك ما قلتيها لشي حد. ملي تفرغ الرقم اللي عطاوك غادي ينقص شوية، ولكن إلا كذبتي الرقم ديالك غادي يتضاعف. فاضل حس ريقو ناشف، عرف أن الحياة ديالو عامرة بأسرار، ولكن بعدها كيسمم روحو. حط يديه فوق الغلاف البارد ديال الكتاب وبصوت مبحوح أنا. هو يسكت شوية وعينيه غطاهم الدمع، ولكن جمع الشجاعة ديالو وكمل أنا عمري ما كنت كاتب شجاع، كنت داير هاد الرحلة باش نهرب من راسي، ماشي باش ندور الحقائق. كنت باغي نلقى شي مكان ندفن فيه العار ديالي. منين سال الهضرة حس براحة غريبة خرجت من صدرو بحال بخار دافئ. ليليت حنات راسها شوية وقالت دابا شوية ديال الثقل طاح من فوقك. الكتاب تفتح بوحدو وخرج منه ضو خفيف كينور الساحة. الصوت ديال راشد اللي ما عرف منين طلع له قال الرقم ديالك نقص ولا 6903. هذه مكافأته الصراحة. فاضل تنهد شاف ليليت اللي بقات واقفة بلا ما تتحرك وعيونها مازال فيهم الحزن العميق. قالت ليه بنبرة ساكتة كل نهار هنا بحال عام برا، إلا بغيتي تعيش خاصك تتعلم تسكت وتراقب وتتقبل. دار وجهه شوية وشاف الكتاب كيتسدر راسو بحال قبر كيبتالع السر. وفي هاد اللحظة فهم أن جارتين ماشي غير مدينة، هي مرآة كبيرة كترجع لك حقيقتك وانت ما مستعدش تشوفها.